سلام. هي مو هي وكيف يقول لك كثر الوضوء يجيب النق، وهذا الذي بيعمله بيب مع السيتي. الفلسفة زادت تخرب الشغلة. يا أخي خليك بسيط ولا تعقد الأمور. أنا أراهن إن أكثر من يتابع مباريات السيتي الآن هو عشان حاجة واحدة، هو هالاند هو النجم الأول للسيتي، فليش تقعدوا احتياط؟ هذا اللاعب كذا يجي يخلص أمور، أهداف على السريع مش مهرجة. وشفنا أول ما نزل هالاند هجوم السيتي وقع حريق نار مولع يا حبيبي نار. فالسؤال للفيلسوف، ليش تحب تحشر نفسك بالزاوية؟ والحل بيدك. 3 نقاط كانت بتقرح اليوم جو بالفلسفة الزايدة، لكن هالاند استطاع انقاذ السيتي باخر اللحظات من ضربة جزاء. مباراة برشلونة امام الميريا كانت المباراة الاخيرة. الاسطورة ظلم نفسه. بيكي الذي كان بالفترة الاخيرة نصع حلو للنكات والافيهات والزبجات، هو اللاعب الذي كان يعتبر الافضل بمركزه بفترة من الفترات، اللاعب الذي حقق كل حاجة يتمناها اي لاعب يحقق، دوري وكاس وسوبر وكاس عالم ويورو. مش حققهم وخلاص، حققهم وكان له يد فيها، بس ظلم نفسه لانه استمر لمرحلة صار ثقيل جسديا وبصريا للمشاهد بالملعب. ولكن الاهم من كل هذا ان ديمبلي اخيرا شات يا شباب، شات ديمبلي عدي من الاول والثاني والثالث وشات، ما تتفلسف. انت عارف اهمية ايش يعني شات؟ لقد هرمنا من اجل هذه اللحظة. بالرغم من ان الشوط الاول ضيع كرة من حلق المرمى، قفز وهو مغمض عيونه تقول رمس لداخل سد ملانه طين. كم من الفرص الضائعة بالدرزل لبرشلونة، حتى ليفا ضيع ضربة جزاء. لكن سهل. الاهم انهم فازوا بالاخير بهدفين. الفيل الذي فوق الشجرة ناوي يطول جدا، وهذا المطلوب. أرسنال يؤكد أنه المنافس الأول للسيتي بعد فوزه على شبيه تشيلسي دخل برداء الهزيمة، نيته أنه ما يهتزم. وهناك فرق لما تكون نيتك الفوز مثل ما أرسنال. مباراة كاملة بدون ولا هجمة صريحة لتشيلسي، خط هجوم بيض من النوع الفاخر، وأرسنال يقدم مثل كل مباراة كرة قدم قوية وجميلة. مانشستر يونايتد يتهان يا جدعان. إيمري غير فريق أستون فيلا وخليهم شرسين جدا. بأول مباراة يرزع اليونايتد 2، ورغم تسجيل أصحاب رونالدو إلا أن أستون فيلا قدم مباراة رائعة، سجل الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني عشان يخمد فكرة الرومنتادا وتنتهي ب3-1. محمد صلاح يقود ليفربول بفوز مهم في مباراة مهمة مع توتنهام بعد خسارتين في الدوري. صلاح قدم مباراة رائعة واستطاع تسجيل هدفين في الشوط الأول، ولكن كنت حمس اللاعبين في الشوط الثاني ودخلهم متحمسين ألف. هجوم كاسح 45 دقيقة كانت عذاب على ليفربول، وكان باين على لاعبين الليفر الانهاك. وبالرغم ان توتنهام سجل هدف عن طريق هاري، إلا أن ليفربول استطاع أن يتحمل وفاز بالمباراة. الريال يتلقى أول هزيمة في الدوري من ابن البلد. على الغدر لما يجيك من القريب. رايو فاليكانو قدم مباراة للعمر، وبالمقابل ريال مدريد كان سيء جدا. بدأت المباراة بهدف مبكر لريال فاليكانو، ولكن الريال يستطيع قلب النتيجة في الشوط الأول. فاليكانو يسكت لا والله ويسجل هدف التعادل، وفي الشوط الثاني حصل ريال فاليكانو على ضربة جزاء ويتصدى لها كورتوا، لكن الحكم قرر كذا يعني يعيد ضربة الجزاء. ليش؟ لأن كورتوا خرج من خط مدري كيف يا أخي روح. ويستطيع رايو فاليكانو بالتسجيل وينتصر في مباراة كان الريال فيها مش ولا بد.